السلام عليكم. العالم فيه 8 مليار بني آدم، منهم 3 مليار و800 مليون و880 ألف شخص بيستخدموا فيسبوك. ولو استثنينا من ال 8 مليار دول الناس اللي عايشة في الجبال والغابات اللي مالهمش علاقة بالتكنولوجيا والنت، هتلاقي أكتر من نص سكان العالم بيستخدموا فيسبوك. الحاج مارك أول ما عمل موقع فيسبوك زي ما ناس كتير عارفة كان عامله عشان يذاكر عليه هو وأصحابه، وعشان كده سماه فيسبوك. ومع الوقت الموقع اتطور وبقى موقع تواصل اجتماعي، وباستمرار الوقت اتطور اكتر وبقى زي ما انت شايف كده ملوش اي علاقه باسمه لا من قريب ولا من بعيد. عدد سكان مصر 106 مليون و783 الف، ده غير ال7 مليون اللي عايشين بره، دول مالناش دعوه بهم دلوقتي. خلينا مع اللي عايشين في مصر، وتعال نشوف بيستخدموا موقع فيسبوك ازاي. موقع فيسبوك النسخه المصريه. متن ايه ده؟ متن ايه؟ انا شخصيا مش عارف اصنفه ازاي، هل هو موقع تواصل اجتماعي ولا موقع شقط ولا موقع نصب؟ بس غالبا هو موقع تحوير على خلق الله. طيب مبدئيا بقى كده، انا نفسي اداره فيسبوك تلغي خاصيه كوبي ميست، لا عادي يبقى في نسخ ولا لازم. وعشان تعمل اي بوست او تنشر اي بوست يا معلم يبقى تكتبه بايدك، ووريني بقى هتعمل ايه. اقسم بالله ده لو حصل هنرتاح من الفلاسفه والشعراء اللي واكلين دماغنا على فيسبوك. الغريب بقى ان الواحد من دول انت بتبقى عارفه شخصيا، يعني يبقى صاحبك او جارك او قريبك، وعارف شخصيته وعارف ان هو اصلا ما بيعرفش يكتب. عايز بس اقول له يالا انت ما بتعرفش تكتب، انت بتكتب حرف الهاء اللي في اخر الكلمه واو، وكمان بتحط جنبه الف. يعني انت ما بتعرفش تكتب، بتكتب شعر. لا 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 لا، انت بتهزر. يعني الشعر اللي انت جايبه وحاطه على صفحتك ده جايبه منين؟ وايه الحكم والمواعظ والنصايح اللي انت مالينا صفحتك بقى دي؟ يا اخي طب قول لنفسك، يعني انصح نفسك، اصل كلها عارفه بعضها واحنا عارفينك وعارفين شخصيتك، فما تدخلش بقى تحور على هنا. وعندك واحد تاني برضه بتبقى انت عارفه برضه شخصيا، جارك صاحبك زي ما قلنا انت عارفه شخصيا وعارف ان هو مش فقير في الدين يعني، وغالبا ما بيصليش. تدخل بقى صفحته تلاقي ما شاء الله كانك دخلت جامع، ودي صفحه امام مسجد. سبحان الله على التقوى والإيمان. هيعيط من الايمان والتقوى. يا سلام على التقوى. والبوستات اللي كلها نصايح وشروحات في الفقه. يا ابني انت جبت الفقه ده منين؟ ما اصل زي ما قلت لك كلها عارفه بعضها واحنا عارفينك وعارفين شخصيتك. انت مش الشخص ده، خليك على طبيعتك، خلي شخصيتك على صفحتك في فيسبوك او خلي شخصيتك في فيسبوك عموما زي شخصيتك اللي بره، احنا عارفينك. وتعالى بقى نروح للمظلوم اللي الدنيا كلها ظلماه. تحس يا اخي ان في كائنات فضائيه نزلت عشان تحرض الناس عليه او توزي الناس عليه ان هم يظلموه. كل الناس ظالمه ومفتريه وجايه عليه وهو ملاك. يا ابني انت مش ملاك، انت برضو بتغلط زي الناس دي. وبعدين الناس كلها ظالمينك يعني. واللي عايش نظريه المؤامره، الناس كلها بتتامر عليه والناس كلها بتحسده والناس كلها باصه في حياته ومركزه في حياته. يا ابني يحسدوك على ايه؟ هيحسدوك على ايه؟ يالا انت مين بجد؟ انت فسا، انت يالا شعر باط ملوش لازمه. انت مين يالا بجد؟ انت عرفنا ليه؟ ركزوا في حياتك ليه؟ طب ركز انت في حياتك، ركز انت في حياتك الاول قبل ما تبص على الناس مركزه فيها ولا لا. انت لو ركزت انت في حياتك مش هتاخد بالك اصلا، ولا هتركز هم مركزين معاك ولا لا. بلاش بقى كل ما الواحد يدخل فيسبوك تخلونا نحس ان احنا وحشين قوي، الناس كلها حلوه وانا وحش، انا يعني اللي وحش. وتعالى بقى نروح للناس بتاعه النصب. كميه بوستات نصب في الجروبات بكل الاشكال والانواع، وسبحان الله في ناس بتصدق وفي ناس بتمشي وراهم. اغرقكم. يعني تلاقي واحد كاتب لك ايه، اقسم بالله هكسبك 2500 جنيه، ادخل قول تم وانا هبعت لك الطريقه. تدخل تبص على التعليقات تلاقي ناس كتير كاتبه تم، وكل واحد يكتب له تم تلاقي رد عليه برابط. تدخل بقى تضغط على الرابط انت ونصيبك بقى، انت وحظك بقى هيتنصب عليك ازاي. يا جدعان ما تمشوش ورا البوستات دي، الحدايه ما بترميش كتاكيت. ونروح بقى لجروبات المدن. كل مدينه او كل قريه كده بتلاقي عاملين لهم جروب خاص بيهم. ايه ده؟ المجتمع ده. تدخل بقى الجروبات دي تبص فيها تشوف عجب العجاب. اللي عايز يدخل الحمام تلاقيه عامل بوست يقول لك ايه، يا جماعه داخل الحمام ادخل رجلي اليمين ولا الشمال؟ ايه يا عم، ايه يا جدعان كميه التفاهه دي؟ طب اقسم بالله انا شفت بوست في جروب من دول، واحده ست كاتبه لك ايه، يعني عايزه تاخد ابنها تحلق له، فكاتبه لك ايه، يا جماعه انا عايز احلق لابني، قولوا لي على حلاق يحلق لابني. حلاق ايه اللي نقول لك عليه حضرتك؟ ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ طب ما ابوه ياخده يحلق له. بلاش ابوه، خلي ابوه مش موجود، عمه، خاله، جده. هي فين رجاله العيله؟ العيله ما فيش فيها رجاله بتحلق؟ يعني رجاله العيله دي ما بتحلقش؟ رجاله العيله ما يعرفوش حلاقين؟ ما اي حد ياخده يحلق له عند اي حلاق. انتوا وجع دماغنا ليه؟ وجروبات الموبايلات دي بقى دنيا تانية. تلاقي الواحد لو جات له رساله
تلاقيه عامل بوست وحاطط صوره الرساله اللي جات له ويقول لك دي يعني ايه؟ حل ايه؟ حل يا عم دي رساله. الطم على وشي يا اولاد، اضرب نفسي بالجزمه يا اولاد، اصوت يا اولاد. وواحد لو تليفونه فصل شحن يقول لك التليفون ما عادش عايز يفتح، الحقوني شوفوا لي حل اعمل. يا عم اشحنه. يا جماعه بالله عليكم بالله عليكم بلاش تفاهه، بالله عليكم اكبروا. والله العظيم انا بقيت افتح فيسبوك عمال اقلب مفيش حاجه عارف اقف عليها، مفيش حاجه عارف اقراها، كله تفاهات وهيافه وحاجات ملهاش لازمه. كرهتونا في التطبيق او في الموقع اللي كنا بنحبه. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده ما بينطبقش على كل الناس، في ناس محترمه وعاقله وبتستخدم فيسبوك الاستخدام الطبيعي بتاعه. طبعا الكلام ده ما يخصهمش ولا لهم علاقه بيه، عشان بس ما حدش يقول لي انت واخد العاطل في الباطل. ونسيت اقول لك على الشخص المخترق، واحد كده فاهم ان حسابه مخترق او في حد اخترق صفحته. الغريب بقى واللي يضايقك انه استخدامه الفيسبوك بسيط قوي، يعني لا يفقه شيء في اي شيء. وتلاقيه جاي داخل عليا المحل، الحقني يا استاذ الحقني يا استاذ، ايه يا عم؟ يقول لك صفحتي مخترقه. رايح يا خايب يا هلا، واد يا خايب انت. لا 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 لا. يا عم طب انت ايه عرفك ان هي مخترقه؟ وبعدين انت مين اصلا يخترق صفحتك؟ يعني انت حسابك ده عليه ايه عشان حد يخترقه؟ انت صحفي؟ هي حد يخترق الحساب بتاعك عشان يجي يكتب من عليه اخبار مثلا؟ ولا انت شغال في البورصه ايه يا عم؟ حسابك هيخترق ليه؟ عليه ايه؟ انت مين اصلا عشان حد يخترق حساب؟ هيتعب نفسه ويضيع وقته عشان يخترق حساب فاضي مفيش فيه حاجه. والله انا ما عدت عارف اقول ايه، وخلاص بقى ما عادش متكلم. في النهايه بس انا عايز اقول لك انا مش عارف انا عملت الفيديو ده ليه. انا متعود معاكم دايما ان كل فيديو لازم يكون فيه معلومه عايز اوصلها لك. الفيديو ده مش عارف ايه المعلومه اللي فيه، بس هما كانوا كلمتين محشورين في زوري ولازم اقولهم، لو ما قلتهمش هتعب. وبس كفايه، وفي اخر الكلام سلام وتحياتي وسلام عليكم.